لو عايز تبقى مبرمج شاطر وتعدي اي انترفيو لازم تفهم البيج او نوتيشن. لو معاك كوتشينه متلخبطه وعايز تسحب ورقه من فوق، الموضوع سريع جدا، بيتم في او اوف ال1 او كونستنت تايم. لكن لو عايز تعد عدد الورق كله هتضطر تعدي عليه ورقه ورقه، وده بياخد او اوف الان او لينير تايم. طيب لو بقى مطلوب اننا نرتب الورق بالترتيب الصحيح، هنا بقى لازم الجوريزم. مثلا لو استخدمنا بابل سورت هنفضل نعدي على الورق ونبدل كل ورقتين جنب بعض لحد ما يبقى كل ورق مترتب. اسوأ سيناريو ان احنا هنعدي عليه 52 مره، يعني او اوف الان سكوير او كوادريك تايم. لكن لو انت عبقري بطريقه غريبه جدا، ممكن تحدف الكوتشينه في الهواء وتستنى انها تقع مترتبه لوحدها، وده اسمه بوجو سورت ووقته فاكتوريال تايم، وده اسوأ الجوريزم ممكن. دلوقتي لو عندنا كوتشينه مترتبه وعايزين نلاقي 8 قلوب بدل ما نعدي على كل ورقه، ممكن نستخدم الباينري سيرش. هنقسم الورق بالنص، ولو الرقم اللي ظهر اكبر من 9 هنروح شمال، ولو اقل هنروح يمين، ونكرر العمليه دي لحد لما نوصل للورقه الصحيحه. وبكده بنقلل عدد الخطوات للنص كل مره، وده بيدينا او اوف لوج الان او لوغاريتميك تايم. عايز تعرف اكتر عن البيج او وده ستراكشر الجوريزمز؟ تابعنا.